المرحلة الثالثة وهي الأنظمة المتقدمة من سنة 2000 لحد النهارده، دي بقى هي مرحلة الثورة التكنولوجية، لأن كل العربيات بقت عبارة عن كمبيوتر على عجلات. بداية الألفية ظهرت أنظمة مساعدة السائق الADAS زي تحذير الخروج عن المسار اللي هي الLDW من شركة نيسان، ومثبت السرعة التكيفي الACC، وده تطور طبيعي لمثبت السرعة العادي. الأنظمة دي بدأت كخيارات تمنها غالي بتنزل في العربيات الفاخرة، مدفوعة بالتطور في مجال الاستشعار اللي هو الرادارات والكاميرات. في آخر 10 سنين يعني من 2010 ل2020 أصبحت أنظمة الطوارئ الAAB اللي هي أنظمة الفرملة الطارئة الذاتية هي المحور، وهنا حصل التحول الكبير في أنظمة الأمان. منظمة اليورو إنكاب الأوروبية اللي وظيفتها تقييم سلامة السيارات قررت تخلي الحصول على 5 نجوم مرتبط بوجود نظام الفرملة الطارئة الذاتية اللي هو الAAB، وده قرار أجبر جميع الشركات دون استثناء على تطوير وتركيب الأنظمة دي حتى في العربيات الاقتصادية اللي بتنزل في جميع دول العالم والخليج العربي، ما عدا مصر طبعًا وبعض الدول اللي ما كانش عندها شروط في استيراد العربيات وكانت سايبة الدنيا للتوكيلات يجيبوا اللي هم عايزينه. وطبعًا التاجر بيدوّر دايمًا على الأرخص اللي يعرف يكسب منه ضعفين أو 3. الحكومات بعد كده في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قرارات خلّت أنظمة زي الAAB إلزامية في جميع السيارات الجديدة. يعني باختصار من 1950 ل1970 هي قرارات حكومية وتشريعات زائد قرارات أخلاقية من شركات السيارات علشان إلزامية أحزمة الأمان. من 1970 لسنة 2000 حصل تطور تكنولوجي ومنافسة بين الشركات، ثم اتحول بعد كده إلى قرارات حكومية إلزامية بالنسبة لحاجتين اللي هم الABS والESB. من سنة 2000 لحد النهارده وبعد التطور التكنولوجي الهائل اللي احنا شفناه، كان المحرك الأساسي هو قرارات منظمات التقييم زي اليورو إنكاب، وهو ده اللي أجبر جميع منتجي السيارات على تطبيق نظام الفرملة الطارئة الذاتية ونظام التحذير عند الخروج من المسار اللي هي الAAB والLane Assist. الخلاصة الأمر بدأ بقرارات إلزامية للحماية الأساسية، ثم تحول إلى سباق تكنولوجي بين الشركات لتمييز منتجاتها، وبعد كده رجع مرة تانية قرارات إلزامية، لكن المرة دي كانت أكتر ذكاءً لأن منظمات التقييم والحكومات هي اللي أجبرت الشركات على تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لإنقاذ الأرواح.